يا صباح الخيرات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله الفيديو ده بقى تاني يوم لينا في البلد، تكملة لليوم اللي للفيديو اللي فات. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده احنا بقى صحينا من النوم، النهار طالع كده زي الفل كده وقمر. بصبح عليكم كده. عشان ايه؟ عشان ورانا شوية شغل حلوين النهاردة. هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ يلا بقى نروح ايه، ندخل مع بعض كده في المطبخ ونشوف هنعمل ايه. طبعا مرات اخويا بقى عايز تحتفل بينا، امبارح تعمل لنا مكرونه وبانيه وكفته، والنهارده بقى ايه، محشي. محشي كرنب، محشي فلفل، محشي كوسه، محشي بتنجان، محشي ورق عنب. يعني بصوا بقى وما ادراك ورق العنب، العشق 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 العشق. المهم ايه، بصراحه مرات اخويا لما بنكون هناك هي اللي بتعمل كل حاجه بايديها، ما بتخليش حد فينا يعمل حاجه. بس المره دي بقى كنت انا رخمه بقى، قلت لها بصي انا عاوزه اقف في مطبخ اخويا واصور فيه، ممكن؟ قالت لي اه طبعا ممكن. فوقفت بقى زي ما انتم شايفين كده. عشان ايه؟ اطبخ. فقلت لها ايه، اريد ان اعد الطعام. اريد ان اطبخ بيدي. عايزه اكلكم. خلاص. قالت لي ايه، عد براحتك واكلي براحتك انا معاكي. المهم ايه، هي بقى كانت عامله زي ما انتم شايفين بقى الطماطم عاملاها صلصه. فانا قطعت شويه بصل حلوين كده محترمين، وقمت رايحه ايه، حاطه زيت. ما كانش عندها سمنه، كنت حطيت معلقه سمنه بس ما كانش عندها سمنه. وايه، وقمت حاطه لها ايه، وقمت حاطه طبعا زي ما انتم شايفين ايه، الطماطم على البصل وكده وكله ببعضه يا معلم. المهم، هي بقى كانت عامله ايه، هي بقى كان عندها الفراخ مقطعاها ومجهزاها كده، وكان عندها شوربه بايته. فايه، فغلتها وطلعتها، عشان احنا مش هنعمل شوربه الفراخ، احنا هنحط الفراخ في الفرن مره واحده. وطبعا لازم احنا محتاجين شوربه علشان نسقي بيها ايه، المحاشي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الاكل، عايزه اقول لكم وحياة ربنا كان جميل قوي، اسالوهم حتى، تعالوا اسالوا الناس. انا خلاص البتاعه دي، الطماطم كانت خلاص فكت معانا عشان حته صغيره. حتى اهو زي ما انتم شايفين خلاص كده اتسبكت خالص بقى، اديت لها 200 الف غلوه مع بعضيهم لحد ما خلاص اتسبكت، وقالت لي خلاص كفايه كده. بعد كده بقى بصوا بقى، هي اللي كانت ايوه هي بقى شايله بايدها وقلبه البتاع. قلت لها بصي، يا تحطي انتي التوابل بايدك يا احط انا. فقالت لي ايه، انت مش عارفه امسك الكاميرا. فاحنا حطينا بقى، بصوا بقى، معلقه كبيره اسمه ايه ده، فلفل اسود، معلقتين كبار كزبره ناشفه، معلقتين كبار كمون. المحشي كان خرافه. وكده ايه، والماء، وحطيت ملح طبعا. بقول لكم المحشي كان جميل قوي. كده خلاص، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان الله. آه كده خلاص ايه، التقليه كانت خلصت معانا. وكنت ايه، وقفلت عليها. هنا بقى جبت شويه بقى، بصوا بقى، عشان ايه، نعمل الخلطه في الخلاط. شوفوا عملت ايه، جبت ملح، جبت فلفل اسود، جبت السبع بهارات، جبت شويه كمون، جبت ورق لوري، جبت حبان ومستكه. وكل ده احطه في الخلاط مع ايه بقى، بصوا، مع بصلايه كبيره حلوه كده، مع طماطمتين، مع قرنين فلفل اخضر، مع ايه، مع نص فلفل احمر كده بيحرق نار كده. بس الفراخ ما حرقتش، خفت الفراخ تحرق اختي تاكلني. خفت داليا تقتلني، لان اختي ما بتحبش اي حاجه بتحرق خالص. حطينا برضو شويه خل حلوين كده، زي مثلا 4 معالق خل كده. وقشرنا ليمونه مع الخلطه. كل ده في الخلاط يلا. وهنضرب بقى ضربا مبرحا. نطلع عينه من الضرب النهارده. زي ما انتم شايفين بقى، نغليه شويه حلوين، نغلي ايه، نضربه شويه حلوين كده. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي، خلاص احطهم في الصينيه. هرص الفراخ كلها في الصينيه وهكب عليها ايه، الخلطه بتاعتها. نسيت بقى ايه انا، خلصت مع نفسي الحته اللي فاتت دي. يعني نسيت اجيب لكم وانا بعمل الفراخ وانا بكب الحاجه عليها كده يعني. خلاص هنا بقى ايه، التقليه بتاعتنا كانت خلاص اتسبكت خالص زي ما انتم شايفين. وهنا بقى غسلت الرز. وانا هحط ايه، هحط الرز بقى مع الايه، مع التقليه بتاعتها. وهنا الشبت والكزبره الخضره بتاعت المحشي.
وايه وهنقلب كله ببعضه بقى، ونحطه فين، نحطه في بلاستيكية ايه الفراخ اللي كنا حاطين فيها الفراخ. هغسلها غسيل كويس جدا، واحط فيها ايه، واحط فيها الرز. هنا بقى ايه سبت كل حاجة لحد ما ايه ما نفطر. كنا جوعانين، حبة تقلية كده بتاعة المحشي خدتهم، حطيت عليهم ايه شوية إيه كزبرة كده، اللي هو ايه خضرة محشي يعني، وقلبتهم في بعض كده زي شكشوكة يعني. عملت شكشوكة كده على البوتاجاز، وجبنا فول وجبنا طعمية. يعني احنا عملنا فطار خفيف. اخويا عايز يكبر الموضوع من فطار كتير، قلت له لا، احنا لو فطرنا مش هنعرف نتغدى، فخلاص فول وطعمية والخضار وخلاص. هنا بقول لكم ايه، بقول لكم الحاجة بتاعت المحشي جاهزة، وهنسيب الفراخ تتبل شوية. والفطار بتاعنا اهو. هنخرج دلوقتي بقى نفطر، وبعد ما نفطر هنقوم بقى نشرب دور شاي محترم، ونخش على المحشي على طول. خلاص كده ايه، كده الفطار اهو خلاص. إيه فطرنا الحمد لله وشربنا الشاي وتمام. قمت انا جايه عامله ايه بقى، قمت مولعه البوتاجاز على الفراخ اهو. هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، بوريكم الاول. إيه في لقطه تقريبا سابقه لان انا خلاص علقت على الفراخ. المهم هنا بقى هجيب ايه، إيه حبه شبت على كزبره كده، يعني حبه خضره على القلب بتاع ايه، على قلب الكوسه اهو. وهنا بقى اروح قلبي اللي بموت فيه، العشق كله يا جماعه، ورق العنب. بموت في ورق العنب، المحشي عندي هو اصلا ورق العنب. انا كده بوريكم اسمها ايه دي، بوريكم بقى الورق بتاع الكرنب اهو، كان في الفريزر بقى، فانا حاطه عليه ميه ايه يفك شويه. احنا في يعني بخاف ان الورق يحصل له حاجه، فببيت كله في الفريزر بقى بصراحه. خلاص كده احنا عملنا ايه، احنا بقى خرجنا كده اه بره، وقعدنا ايه، قعدنا نحشي. انا اللي حشيت ورق العنب. عايزه اقول لكم ان الحله بتاع الورق الابيض ده الكرنب ده خلصت، وانا لسه حزينه بحشي في ورق العنب. اه والله تقيل يعني. ورق شوفوا، هما بقوا في نص الحلة وانا لسه في اول سطر، حاجة منيلة والله. هنا بقى خلاص اهو زي ما انتم شايفين، يعني في لقطات تقريبا سبقت. انا عامة لقطات يعني انا حطيت الفراخ، وفي لقطات كانت لسه الفراخ ما اتحطتش، ما علينا، كله يوصل لنتيجة واحدة. خلاص الفراخ كده كانت استوت معايا. وده بقى ايه حبة الشوربة اللي هما، شفتوا الجمال اللي باقيين منها، تحفة بقى. دول كده حبة شوربة قمر. خدتهم كده فضيتهم في حلة صغيرة كده عشان اسقي بهم ايه، اسقي المحشي. جبت انا ايه بقى، جبت ده اسمه ايه ده، اسمه ايه، جبت الفراخ وحطيتها فين، وحط عليها شويه زيت ودخلتها الفرن عشان تحمر. هنا خرجت بره، برضو بوريكم المحشي وصل لفين. الفراخ اهي اتحمرت بقت زي القمر. عاوزه اقول لكم ان احنا اه اضحكوا. وبعد كده فحمت لها، عملت لها فحم، كانت فظيعه فظيعه فظيعه، كانت رهيبه بجد. بجد والله مش عشان الطبخه ورحمه امي، الاكل كان تحفه 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 تحفه، ثلاثة تحفه. المهم خلاص كده بقى حلة المحشي اتملت. على فكرة الحلة مليانة مش نصها ولا حاجة، لا ودي برضو مش ايه يعني، مليانة شوية. هنا بقى طبعا اسمه ايه ده، الليمون. ما كانش عندنا ليمون كتير، بس ده الليمون اللي هو الكبير عارفينه، اللي قد اليوستفندي كده، مش عارفه هو جه صغير هنا ليه. دول كده 3 ليمونات عصرتهم. وايه المفروض ان انا بعمل ايه، بقوم عصره شويه طماطم كده وحطهم على الوش، بس انا بصراحه كسلت اشغل الخلاط، قلت خلاص بارك الله في مرزق وكفايه علينا كده، اصل هما من ايه مش كتير قوي يعني. هنا بقى عملت ايه، هنا طبعا بقى هسقي ايه الورق العنب ده. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بملاش يعني على اي محشي، يا دوب بنغطي كده ايه بعقله. اي محشي في الحياه عايزه تاكلي محشي حلو وصح، غطي العقله بقى. عارفين العقله الاولى دي بتاعت الصباع، العقله الاولانيه بتاعت الصابع دي، هي دي اهي بس كده. وتاكلي احلى محشي مستوي ومفيهوش حاجه طريه ومتردد وجميل. هنا بقى هناخد ايه، ناخد الحله التانية دي، برضو هنعمل ايه، هنحط برضو عقدها بايه بقى، بالحبه الشوربه اللي باقيين من الفراخ. شايفين الجمال، طبعا هكمل من الشوربه التانية. بس عايزه اقول لكم ان الاكل كان رهيب والله، والمحشي كان تحفه، وكان مستوي صح، والعيد كان صح. هنا بقى الفراخ في الفرن كنت مغطيه عليها، عشان قلت بقى ايه الحله دي كده وهي كده بالفحم بتاعها بكل حاجه، البتاع اسمها إيه الصينيه دي، نحط عليها الايه المحشي. هنا المحشي كان خلاص بيتشرب معانا. وهنا بقى نورة مرات اخويا قامت مطلعه ايه، قامت مطلعه مانجا بقى عشان ايه
تروق علينا. لحقنا المانجا يا جماعة قبل ما ما الشتاء يدخل، لأن الشتاء ما بيحبش العصاير خالص. خلاص كده. وانا ايه بقى قمت قايله لهم نعمل ايه شوية لسان عصفور بالشوربة الباقية. خلاص هنعمل شوية لسان عصفور كمان، وهحط اسمه ايه ده، وهجيب برضو مرقة دجاج. انا قلبت الدنيا عبال ما جبت المرقة دي والله، لان الشوربة بتاعت لسان العصفور دي والله يا جماعة ما تستغنى ابدا عن مرقة الدجاج. مين اللي مصورني هنا يا ولاد؟ مين اللي مصورني التصوير المنيل ده؟ البت هنا اختي هقتلك يا هنا. خلاص كده احمرت معانا، اسمها لسان العصفور احمر معانا. خلاص بقى نعمل ايه، نحط بقى ايه، نحط الشوربة كده. خلاص المحشي خلص كله، هنغرف بقى الاكل، والشوربة كمان استوت. كل ده بقى هيخرج بره. هنا خلاص زي ما انتم شايفين الفراخ الحمد لله. بص انا عايزه اقول لكم ان احنا لو احنا في رمضان مش هظبط الاكل الظبطه دي. يعني الاكل كله كان سخن وجميل، سخن يعني مفيش حاجه ساقعه وحاجه سخنه، لا ده كله سخن. فانا عماله اقول لهم لو احنا لو في رمضان مش هنظبطه كده. هنا زي ما انتم شايفين بقى ورق العنب والكرنب. المحشي كان تحفه والله العظيم. وبالهنا والشفا طبعا لينا. ويا رب يخلي اخويا، يا رب ويخلي بيته مفتوح بحسه، ويخلي اخويا محمود وبيت مفتوح بحسه، يا رب يخلي اخواتي كلهم، ويخلينا على وش بعض وما تحرمش من بعض ابدا يا رب. ويجعل لمتنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين يا رب يا رب. وكده يا حبيب قلبي الفيديو بقى بتاعنا ايه، جري 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 جري. هنا بقى ايه برضو المواعين. نورا مرات اخويا تحلف وانا احلف، داليا اختي تحلف وانا احلف، اخواتي يحلف وانا احلف. تقوم خلاص سيبوني بقى المره دي كمان مع المواعين، وبعد كده ايه مع نفسكم بقى. فانا اللي صممت اغسل مواعين، روقت المطبخ بقى، غسلت المواعين وروقته وخليته فل. وعملت ايه كمان بقول لكم، شوفوا. تاتا. المطبخ خلص اهو في ثانيه وبقى زي الفل، شايفين؟ شوفوا بقى كان في هنا التربو. بقول لكم انا قلت لكم انا هعمل قلبان في المطبخ، القلبان اللي انا جبت التربو هنا جوه، شايفين اهو. التربو كان مضايق المدخل كده وانت داخله كده. جبته انا ايه بعيد، التربو كان هنا فانا حطيته بعيد كده على الانبوبه. اختي مرات اخويا عندها غاز مش انبوبه فايه، فانا قلت لها احنا كده كده مش هنستعملها. فعملت بقى ايه، غيرت بقى ايه النظام وخليت لنا المطبخ اوسع واحلى. هنا خلاص كده يا حبيب قلبي احنا بقى كنا مروحين، واليومين القمر الحلوين خلصوا. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بيه، واتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. وكومنتات ولايكات بقى، واللي رأيكم في الاكل.